السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي احلى تكه مع نادية. هنعمل النهارده فطيره الجلاش بكل تكاتها. معانا فلفل الوان وقطعه من الجبنه القريش وريحان جاف وحبه البركه وبقدونس مفروم، ومعايا سمسم، ومعايا كمان لانشون بيف او سلامي، ومعايا زيتون. في البدايه هنبتدي نهرس كده الجبنه اللي معايا والبقدونس المفروم، هنمكسهم مع بعض كده وننزل عليهم بمعلقة الريحان الجاف. الريحان يا جماعة بيخلي طعمه حلو جدا. حابة تستبدليه بزعتر مفيش مشكلة. ومعايا اللانشون او السلامي اللي موجود عندك يعني حطيه. ومعايا فلفل الوان. طبعا بصي تحس ان هي كلها كده يعني صحية جدا ومليانة فيتامينز وفعلا رائعة. اهو نزلت بالبيف باللانشون، وهنزل كمان دلوقتي بالبيضة. البيضة هنا طعم، وكمان بتعمل تماسك للخليط كله مع بعضه، تخليه سهل جدا ان انا يعني اوزعه في الصينية بشكل مظبوط جدا. فالبيضة مهمة جدا على فكرة. خلصنا الخليط كده، هندهن الصواني بتاعتي. انا هعمل لفة من الجلاش واحدة على صينيتين، لانهم صغيرين عندي، الصواني بتاعتي صغيرة. فانتي طبعا ممكن تعملي لفة واحدة بس بالخليط ده كله في صينية اكبر. هدهن الصواني بالشكل ده، وهبتدي بقى احط ورقتين ورقتين وادهن، مش ورقة وادهن، ورقتين ورقتين وادهن. يعني الطبقة الأولى تقريبا خدت 4 ورقات. وبعد كده هنزل بالخليط بتاعي، وبعد كده الطبقة التانية نفس الكلام. هنا بوريكم على فكرة، لو لقيت الجلاش بتاعي متقطع او في قطع مثلا اتقطعت مني او حاجة، بتحطها في النص عادي، ما بتعملش اي حاجة. ما بستغناش عنها طبعا، احنا مش بنرمي حاجة خلاص كده. انا بوزع في الصينية التانية اهو. ما تنسوش تعملوا لي لايك طبعا، وتعملوا اشتراك للقناة، وتفعلوا زر الجرس يا جماعة بليز عشان يوصل لكم كل جديد. نزلت بالخليط بتاعي، وهبتدي ايه اظبط فيه كده في الصينية. فعلا بجد والله يعني لازم تجربوها، هي فعلا حلوة جدا. تنفع معاكي عشاء، تنفع معاكي سحور في رمضان بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. فعلا رائعة. وكمان ولادك هيطلبوها منك كتير جدا بس كده. ببتدي بقى احط طبقات كده زي ما اتفقنا. هنخلص الصينية وبنحاول نخلي اخر حاجة، اخر ورقتين يبقوا مظبوطين طبعا مش متقطعين. نظبط الصينية كده، ونبتدي بقى آه، ندهنها برضو من فوق بالسمنة. احنا اتفقنا احنا بندهن ما بين كل ورقتين بس السمنة بالفرشة كده دهنة واحدة. انا هحط من فوق شوية من الزيتون، يعني بتحسيها انت كأنك عاملة بيتزا كده حاجة كده جميلة بصراحة. وقطعة من الفلفل الأخضر برضو بتديها شكل حلو وطعم جميل على فكرة يعني. وشوية من السمسم اللي انا قلت عليه في الأول، هنرشهم من فوق. وهننزل بجبنة موتزاريلا او ميكس جبن زي ما انا حطيت كده، انا حاطه ميكس جبن. وهنقطعها قبل ما ندخلها الفرن. اي تقطيع بقى التقطيع اللي تناسبك اعمليها بالشكل ده. جربي بس تعمليها، فعلا خطيرة وهتعجبك جدا وهتعجب اولادك جدا. بس هندخلها الفرن. هنزل برضو دلوقتي هي بقطعة الفلفل الاخضر. مش محتاجين اي حاجة تاني خلاص، هي مليانة بصراحة
فوائد كتير، فيها فلفل الوان، فيها بيض، فيها زيتون، فيها جبن. فعلا خطيرة يعني، وطعمها رائع، هيعجبك جدا. بس طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين، طعمها وشكلها اصلا بيدل عليها يعني. تاخد معايا في الفرن بس هو ربع ساعة، مش اكتر من كده. دمتم بخير، بألف هنا.